بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني خواتي في الله، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الرغيفات بالتفاح بعجينة القليوش، كيجيو مقرمشين ورائعين. هذا هو الشكل ديالهم كما كتشوفوا. كنتمنى يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نقولوا بسم الله. كيف ما كتشوفوا من المقادير مكتوبين على الشاشه، كناخذ واحد الكاسرون كنعملوا فيها 200 مليلتر نتاع الماء، وكنضيفوا ليها 3 معالق كبار نتاع الزبده نباتيه، وكنضيفوا رشه نتاع الملح، وكنذوبوهم فوق العافيه. كيف ما كتشوفوا غير كنحسوا بالزبده انها دابت، كنزولوهم. من بعد كنفرغوا هذا الخليط فواحد الاناء او جبنه او قصريه باش غادي تخدمي هاد العجينه. من بعد كنضيفوا ليهم كيس نتاع لافاني 7 غرام، وكنضيفوا قطعه نتاع السكر او معلقه كبيره نتاع السكر، وكنخلطوهم بهذا الشكل. وكنضيفوا لهم بيضه، ومن بعد كنضيفوا الدقيق. خاص بالحلويات الدقيق الابيض يكون مغربل، وكنضيفوه غير بشويه بشويه حتى نجمعوا العجين. ملي كتجمع لينا العجينه بهذا الشكل كندلكوها واحد شويه كيف ما كتشوفوا حتى كنحسوا بها انه ولات رطبه. ومن بعد كنقطعوا على شكل كور، يكون الحجم ديالهم صغير كيف ما كتشوفوا. من بعد كنغطيوهم وكنخليهم يرتاحوا. في هذا الاثناء كنحضروا التفاح. كيف ما كتشوفوا من المقادير نتاع الحشوه كنحتاجوا لها تفاح ونشا على حسب الطريق. كما كتشوفوا التفاح قشرته قطعته على شكل اجنحه رقيقه. ومن بعد كناخذوا النشا والماء. كيف ما كتشوفوا الماء اللي غادي ندهنوا به العجين، كنرشوا مكان العمل بالنشا، وكنحاولوا اننا نورقوا هذوك الكويرات حتى كيولي السمك ديالهم رقيق. كما كتشوفوا كنستمر في هذه العمليه حتى كنكملوا كاع دوك الكويرات اللي عندنا بهذا الشكل. كيجي لاخر السمك ديالهم يكون رقيق. ومن بعد ندوزو دروكا للتعمر. كما كتشوفوا كناخذوا الورقه الاولى وكنضيفوا ليها 3 القطع نتاع التفاح، وكنطويوها على 4 بهذا الشكل. النصف الاخير كندهنوه بالماء بهذا الشكل، او ممكن بلاش صافي. كنسدوها بهذه الطريقه وكنستمروا في هذه العمليه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. دابا كندوزو بعمليه القلي. كنديروا مقلاة كنعملوا فيها الزيت حتى كتسخن. ومن بعد كنرميو الرغيفه بهذه الطريقه. حاولوا ان ديك الفتحه تكون لتحت. ومن بعد كنفرغوا عليها الزيت من الفوق باش تنبخ لينا وتجي لينا مقرمشه. كما كتشوفوا بهذه الطريقه غنستمروا في هذه العمليه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. راهم دغيا كيتحمروا. كما كتشوفوا الفتحه كنعملوها لتحت وكنفرغوا عليهم الزيت من الفوق حتى كنحسوا بهم انها تحمرت من التحت، وكنقلبوها للجهه الثانيه. ومن بعد كنعملوهم فواحد الشبكه او مصباط باش يتقطروا لينا من الزيت. اصلا ما فيهمش الزيت،
ومن بعد كندهنوهم بالعسل بهذه الطريقة من الفوق، وكنزينوهم بالشوكولاتة فيرميسيل والجنجلان. وهذا هو الشكل ديالهم. كنتمنى انهم ينالوا اعجابكم وتجربوهم ان شاء الله وتردوا عليا. كنشكركم على المتابعة، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.